السلام عليكم. النهارده طبعا هنتكلم عن جميع المباريات اللي كانت بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في جميع البطولات، سواء كانت بطولة أفريقيا أو أي بطولة تاني في أي وقت أو في أي منذ بداية نشأة النادي الأهلي ومنذ بداية نشأة الترجي التونسي. هنتكلم عن جميع المباريات اللي بين الفريقين. تواجه النادي الأهلي مع الترجي التونسي في 22 مباراة في جميع البطولات. زي ما اتفقنا تواجه الفريقين في 22 مباراة. كان نصيب التعادل في ال 22 مباراة، كان في 7 تعادلات بين الفريقين، 0-0 و1-1 و2-2 كده، يعني المهم تعادل، فمعلش عن 2-2 كان 0-0 مثلا في مباراتين ولا 3، 1-1 برضه في مباراتين و2-2. أما عن نصيب الفوز للترجي التونسي ففاز الترجي التونسي في 5 لقاءات على النادي الأهلي. فاز الترجي التونسي على النادي الأهلي في 5 مباريات، كان فيهم مباراة انتهت 0-0 وراحوا لعبوا ركلات جزاء وانتهت المباراة بفوز الترجي التونسي على النادي الأهلي 5-4 في ركلات الترجيح. فهم فازوا في 5 لقاءات فقط على النادي الأهلي منذ بداية نشأة الترجي التونسي في تاريخ المواجهات بين الفريقين. أما عن نصيب فوز النادي الأهلي في ال 22 مباراة، استطاع النادي الأهلي إن هو بفضل ربنا وبفضل لاعيبته العظماء إن هم يفوزوا 10 مباريات. فاز النادي الأهلي 10 مباريات على الترجي التونسي. طبعا أرقام خيالية جدا، أرقام يعني جميلة جدا وأرقام حلوة للنادي الأهلي. فاز زي ما قلنا 10 مباريات، طبعا كان فيهم برضو 1-0 و2-0 و3-0 و2-1 و1-1، لا مش 1-1 معلش، 3-0 3-1 3-2، المهم فاز 10 مباريات. طبعا ارقام زي ما قلنا ارقام جميله جدا جدا جدا. ده طبعا منذ بدايه نشاه النادي الاهلي 1907 ومنذ بدايه نشاه الترجي التونسي. لعبوا 22 مباراه زي ما قلنا، تعادلوا في 7 مباريات، فاز النادي الاهلي في 10 مباريات، فاز الترجي التونسي في 5 لقاءات. فالنهارده طبعا في مباراه هتجمعهم تاني، المباراه 23 في تاريخهم، هيلعبوا النهارده ان شاء الله الساعه 10 مساء. طبعا انتظرونا ان شاء الله، هنذيع مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي بث مباشر على قناتنا على اليوتيوب. ان شاء الله انتظرونا، هنذيع المباراه بدون اعلانات وبجوده عاليه باذن الله، بدون اي اعلانات وبدون اي تقطيع. ان شاء الله انتظرونا اتفرجوا معانا على البث المباشر باذن الله. هنبدا البث من حوالي الساعه 9:15 او حوالي الساعه 9:15 هنبدا بدايه البث المباشر ان شاء الله باذن الله تعالى. فزي ما قلت لكم ما تنسوش تخشوا على القناه باذن الله، ان شاء الله باذن الله تخشوا على القناه وتشوفوا البث المباشر وتتفرجوا على المباراه زي ما قلنا بدون اي تقطيع بجوده عاليه بدون اعلانات باذن الله تعالى. بس كان وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش قبل ما نطلع من الفيديو تدعم الفيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.